بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، الدرس السادس، درس الجسنة من التعليق على كتاب الصيام من بلوغ المرام للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. حديث رقم 624 عن حفصة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. رواه الخمسة، ومال الترمذي والنسائي إلى ترجيح وقفه، وصححه مرفوعا ابن خزيمة وابن حبان. ولدارقطني: لا صيام لمن لم يفرضه من الليل. حديث رقم 625 وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟ قلنا: لا. قال: فإني إذا صائم. ثم أتانا يوما آخر فقلنا: أهدي لنا حيص، فقال: أرنيه فلقد أصبحت صائما، فأكل. رواه مسلم. أو حديث جوار الشيخ أبو أنس عبد الحميد حفظه الله تعالى تعليق الحرق في هذه الأحاديث دليل على أنه لا يصح الصيام إلا بتبييت النية. أو حديث جوار دليل أما دوسني يقول إيشو مرا أزوم قوي وتغزي جانا أزوم صحيحين. تبييت النية دول وهو أن ينوي العبد المسلم الصيام في أي جزء من الليل دو صدره عند النية قوانك دو صدره أي جزء من الليل دو صدره النية قوانا مرارس، ويجزئ لرمضان نية واحدة. نية المدى أولو زوم قنا الكفايرك يجشرين إذا نوى صوم جميع الشهر أولو زوم قنا نية المدى مكة تسامي رجشرين. فيقول بعض أهل العلم: تكفي نية واحدة لكل شهر. شهر نانا نية المدى الكفايرك من لا يمكن حتى أهل العلم أدرى. ويرى آخرون من لا يقولون من العلماء وجوب تجديد النية، ما النية جددت لك لكل يوم نانا قلنا النية هنك ما الله يقولون تكاين، لأن كل يوم عبادة مستقلة. يوم نانا قلنا عبادة مستقلة جلا نية هنك هيك تانا قلنا ما الله حتى لشري. كذلك في حديث عائشة: صوم النفل التطوع. حديث عائشة مدرو صوم النفل وزم أيرا وانت ما كتصو لا يشترط فيه تبييت النية من الذي يقصد النية قوانين تشرط شيء، وزم نافلة قوانين تقصو نية قوانين شرط شيء وزم تفرضه أنه. فيجوز تبييت النية من النهار لمن لم يأكل شيئا. شرط مرندا ماشي ممهن ولا رأس، لثبوت ذلك في أحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. الفوائد المستخرجة أو حديث هذه الفوائد شكا الشيخ أبو أنس عبد الحميد حفظه الله تعالى: وجوب النية لصحة الصيام. في الحديث نص صريح في أن الصيام عبادة مفتقرة إلى النية. أو حديث هذا معنى عند فائدة وجوب النية، نية واجب لصحة الصيام. أزمن وقوانين النية وأنمهن أزم صحيح. أو حديث ذا نص صريح نردني أن أزم مره عبادة مفتقرة إلى نية، عبادة النية كجرت سنه، لقوله صلى الله عليه وسلم: فلا صيام له. فلا صيام له أي دليل. أما نية والمهن أزم دليل. ونية نية مره هي القصد والتمييز بين العادة والعبادة. نية مره عبادة يا رجال كنسيك. اشتراط التبييت في صوم الفرض وزن فرض كونية وقوانين شرط. كلمة ما يبيت تعني وقوع النية في البيات دو صدر النية وقوانين تبييت دو تله وهو الليل دو صنية وقوانين في صوم الفرض وزن فرض كرمضان أو رزم كنده. والقضاء ملو تكون عند شيء ده أرجع النده دو صنية وقوانين ما تقصني. والنذر نجنا أزم النذر نجنا دو صنية وقوانين ما تقصني. يجب أن تكون النية قبل طلوع الفجر الصادق بما قرن ركو عند النية قرن بتاعك. وفي صوم النفل التطوع وزم أي ركوع يجوز بنية من النهار دسكين يقول من آية عنه شرط من لمن لم يأكل شيئا ما شبه مهنه، لثبوت ذلك في أحاديث صحيحة. حديث صحيح دليل وارتلاك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقت النية نية وكمة كنا من غروب الشمس إذا كلكم مرقويل إلى قبيل طلوع الفجر بما قرم قرنا وكتادر عند النية قرم هرس. وفي أي جزء من هذا الوقت تقع النية وتجري. وكي أيضا تكون معنا إذا كلكم مرقويل جزء بما قرم قرنا أيضا وكي النية قرم قرنا جشين
معنى فرض نتيجة في رواية دارقطني الوجوب معنى فرض كان معنى الرنادة رواية دارقطني الوجوب فقوله من لم يفرضه من الليل غده يؤكد أن التشديد في التبييت خاص بالصوم أو أزم واجب خاص المفروض وزن فرض كونية ونمه نوتغسني مما يقوي التفريق بين الفرض والنفل في اشتراط النية الليلية. النية نية محلها القلب تجمع ورو فالتبييت عمل قلبي نية دوسوغ من عمل أوروني ولا يشترط فيه تلفظ الهلم هذا شرط شيء باللسان فمجرد السحور بنية الصيام نية مثلا هيك وزم غنغانجي سحر ضمن آيدة نية أو لا عزم في القلب أو من نية غوانا من هجت عزمه قبل النوم يانغ ركو هجت وفتان عزمه نية عزم غنغ أين غن نية على صوم غدا يعتبر تبييتا شرعيا صحيحا على صورة شو رغنا يرجو سحر دمو دوزي نية غوانا مو غنا أرى من شريع المعتبرني دوزي نية غوانا والله أعلى وأعلم. أو رسالة أمرنا الشيخ أبو أنس عبد الحميد الزوي وفقه الله وسدده. هذا والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.